بسم الله والحمد لله توكلنا على الله. إن شاء الله رجوع دائم ونعاود نرجع معاكم لحظة بلحظة. حبوبة قلبي عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير. حنون نتسلم عليكم من داخل وخارج تونس. فيديو اليوم هي فيديو العودة، فيديو خاص بالبسيسة العادة والعوايد اللي نعملوها قبل رمضان. وشوية لقطات من راس الحانوت. إن شاء الله البنات الفيديو يعجبكم، ويلا نتوكلوا على ربي ونبدأ الفيديو. باش نبديلكم بالراس الحانوت. راس الحانوت متاع حنونة يتكون من 15 مكون: التابل، الكروية، بسباس، حبة حلاوة، برشا ثوم، سكنجبيل، عود قرفة، عود قرنفل، جوز الطيب، نعناع شايح، فلفل أحمر شايح، عويد كركم، شوش ورد، إكليل، وكبابة. هذوما مقتطفات من تنظيف راس الحانوت. التيب الكروية ما مش كل شيء صورته خاطر أنا عملته في الصيف. كان على الرحيين خرجته الشميسة شوية وهزيته للطاحونة ورحيته وتحصلت على راس حانوت قوي ريحته فاوحة، إن شاء الله باش نستعمله في سيدي رمضان. الكمية محدودة باش نخلي شوية من عولتي والباقي باش نبيعه. توا راكم استانستوا كل ما نجي نهبط لكم بسيسة وإلا راس حانوت ولا أي برودوي أنا عملت منه عولتي والزيت باش نبيعه، نوريكم التفاصيل الكل، المراحل الكل، باش على عينيكم الحاجة اللي شريتوها كيفاش كانت وكيفاش وليت وكيفاش تعملت. معلومة جديدة تعلمتها في الصيف اللي فات: الكروية ثم زوز أنواع ولاو في السوق. قبل كانت نوع واحد، توا ولاو زوز أنواع. ثم الكروية متاعنا والكروية متاع البرة. أنا ما كنتش نعرفها المعلومة ذي. أنا نعرف الكروية كي نشمها، ما نعرفش متاع تونس متاع البرة. في بالي عنا كروية بركة، طلعت عنا كروية متاع الخارج وتبدأ لونها مستخضرة هكايا، لكن تقاها ماهيش فاوحة. لازمك تحكها مليح مليح باش تشمها فوحة باش من بعد تعطي في التابل. نجيو للتابل. التابل موس ولا أنواع يا سيدي، ثم الرخيص وثم الغالي. التابل باش يكون فاوح فاوح تاخذ وقت الغالي. قول علاش؟ خاطر التابل اكل رخيص ماهوش متاع تونس وماهوش فاوح زاده، متاع مصر. هذه معلومة جديدة بالنسبة لي أنا، خاطر كنت قبل نعرف التابل القديم والتابل الجديد. تو ولا التابل متاعنا والتابل متاع البرة. لهنا المكونات الكل خلطتهم قبل ما نهزهم للطاحونة. فيهم كما قلت لكم 15 مكون، كلهم نضاف شايحين منقين، جوهم أحلى جو. جست عطيتهم شوية شميسة وهزيتهم للطاحونة ورحيناهم. وانا نتفرج معاكم في المونتاج ذكرت مكون اخر اللي هو راس اللحم زيادة حطيته، دونك ما عادش 15 مكون ولا 16 مكون. جوست ما حطيتش كان الزعتر البنات خاطر نحسه قوي برشا في الملوخيه. النكهه نتاعو تبدا ظاهره، يبدل المطعم الملوخيه. الفحم نتاعي يكون فاتح. نستعملوا في الماكله الزعره والماكله الحمراء باس بارتو. الكميه كما قلت لكم نحط بشويه، ما راهو يعطي نكهه وبنه على بنه. روحت بيه من الطاحونة، خليته يرتاح يبرد، غربلته بالغربالك الدقيق. أنا هوني في قمة السعادة، فخورة بروحي اللي أنا برشا حاجات وليت نعملهم وحدي، عندي سنين نعملهم وحدي. سورتو العولة، الحاجات اللي هي لازمنا تكون نظيفة وعلى عينيك وبيديك، باش واحد كي ياكل منها يكون مطمن اللي ما فيهاش غزة ونظيفة وعلى عيني، نكون هكاكا مطمنة على صحتي. كان عجبكم البنات الفيح وتحبوا تذوقوا منه، ما اطلبوني على التليفون. الكمية راهي محدودة على الآخر، مش الناس الكل باش نجم تاخذ منه. توا نجيو لبسيسة حنونة. أنا مسميتها بسيسة حنونة، بسيسة الشهيرة اللي نعملها مرة في العام. بسيسة العادة والعويد نقول أنا، خاطر أنا البسيسة ناكلها كان من رمضان لرمضان. بديت بعولتي أنا بسم الله وما شاء الله، ولا حبوا قلبي متاع اليوتيوب والفامي والناس الكل والحبيب والأصحاب الكلهم يحبوا عليها. واللي تذوق منها مرة وتعجبها تقول لي عاود لي، نقولها الله غالب استنى العام اللي بعده، وكل عام وقسمه. وقد ما حاولت اللي أنا نكثر الكمية، أما الله غالب ما تزازيش الناس الكل، اللي يجي لول اللي يخلط على بايو. البنات أول حاجة بديت بها الفيديو هذايا مصور في الصيف. غسلت القمح، القمح جاني فيه برشا وسخ. القشور، القمح الجويد المكسر،
تعبت فيه تعب مش نورمال، حاسيلو يمكن 5 كيلو 4 كيلو مشى وسخ. ريت هذاك الفوق هذاك الكل هذوك مقشور وكل القمح الجويد اللي هو باش يتحرق لي في الطاجين من بعد. دونك كل غسلة نحي مقفول صغير معبي في كل غسلة، المقفول هذا متاع 4 إطرات نعبيه في كل غسلة. دونك بعد ما نحيت هذاك الكل بالصفية نعاود نحي القشور هذوكم. بعد ما نحيت الوسخ هذاك الكل اللي طلع الفوق بالصفية كملت عبيتك المقفول كما قلت لكم يرفع 4 إطرات في كل غسلة. أنا شارية 40 كيلو قمح، يمكن هاني قلت لكم يمكن 5 كيلو تنحى لي وسخ. هذه الغسلة الثانية كما تشوفوا نفرك مليح مليح من الماء. شوف لون الماء فرق بين اللون الأولاني واللون الثاني. تهنيت اللي القمح أموره واضحة. شوف اللون الأولاني هكايا واللون الثاني فرق. دونك بعد ما كملت غسلت القمح شيحته خذا وقته في الشمس تاع الصيف. من بعد نقيناه شفنا نقوشي فيها حجر وسخ خشين. تهنينا عليه. من بعد قليناه. هذه المرحلة الأولى متاع القمح عملتها في الصيف خاطر القمح تحب له باش يشيح ياخذ برشا وقت وشمس سيرتو الشمس لازم شمس قوية ونحن توا في طقس الشمس ماهيش قوية برشا. كي قليته بالملح الأحرش خاطر انا باش نصبرو خفت لا يفسد لي ولا حاجه. دونك قليته بالملح الأحرش. بعد غربلته استعملت الغربال الخشين. هبطت القمح المحروق الملح الجويد الحاجات هذوما كما تشوفوا القشور هذا الوسخ اللي هبط منه. دونك تهنيت عليه. توا القمح جاهز باش يتخمل. جبدتو البريود هذايا جست زاده شمستو عاود سخنته شويه في الطاجين باش كي نهزو الطاحونه يبدا سخون. شوف محلاه نضيف يعمل 66 كيف. توا نرجعوا للمكونات الاخرى. العدس انا راو في البسيسه متاعي نحط نفس الكميه القمح عدس ومعاها الحمص نفس الكميه. شريت مثلا 30 كيلو قمح عليهم 30 كيلو حمص عليهم 30 كيلو عدس مثلا فهمت. في العادة هما يعملوا مثلا كيلو قمح عليه رطل حمص عليه نص رطل عدس. أنا نعمل نفس الكمية. على ذيك قلت لكم راهي البسيسة متاعي قوية وراهي باهية تقوي المناعة مفيدة على الآخر خاطر سورتو الحمص والعدس فيها بكمية كبيرة. كيف العادة غسلت العدس. شفتوا كان قلت البيض ذوكم الكحول ذوكم زاده هذوكم تنحاو غسلته مليح استقطرته لهنا في الكسكاس باش نربح الوقت. وليت نغسل في الليل ونخليه يستقطر في الكسكاس مليح مليح. الصباح نقاها بخسك شايح ديريكت نطلعه للسطح نطلعه ننشره في الشمس. والعدس راهو ما يشدش برشا ماء وديريكت بعد ما نهبطه من السطح معناتها من غدوه ديريكت نقليه ما نخليهوش يتخبى خاطر ماهوش سيف هذايا باش نخليوه بزيت في الشمس لي جوست نهار مشمس ديريكت نشمسه شويه ومن غدوه على الصباح كما تشوفوا عملت ززوه قهوه عربي باش نركح على بها مخي. وحطيت العدس متاعي اقليته ونغربله على غربال خشين بشكل العدس المحروق كما تشوفوا كانت تعديت شي هكا تفشه ولا حاجه نثبت مليح. وراهو التنظيف بعد ما غسلته وشيحته ونظفت وبعد ما قليته عودت ثبت وغربلته. وكل مكون راني انا ننظف بالماء من بعد كي يشيح ننظف بالكعبه نغربل نساوم ومن بعد نقليه وبعد نعاود نغربله لاني بالحق انا نهلوس ونحب نثبت ياسر خاطر انواع الوسخ تكذب ومرات العين. يعني نجم نلقى ببوش نجم نلقى حاشيك خنافس ميتة ذبان أي نوع متاع وسخ اللي تصوروا في بالك أبار التراب أبار الحجر بنويعه صغير والكبير. دونك ديما نثبت ونعاود. أنا فخورة بالحق البنات فخورة بروحي اللي أنا نوصل نعمل بسيسة بالكاليتي هذيك. المكونات الكل يتعدوا على عيني وعلى صوابعي بالشعرة. يعني نثبت في الشقيقة والرقيقة. صحيح تاخذ مني برشا وقت تاخذ بالشهر وحتى أكثر. نتعب من الوقفة نتعب عيني توجعني من حبة الحلاوة والبسباس الحاجات الجويدة توجعني على الآخر. لكن أنا بعد كي نتذوقها قديش بنينة وقديش نحس بفرحة
قداش أنا فخورة، ونحس البسيسة متاعي مش موجودة في حتى بلاصة. راكم تقولوا هذيا ضربة في روحها، لأ مش حكاية ضربة في روحي، أما بالحق أنا راني نحط فيها برشا مكونات للروحي معناتها. في رمضان المناعة تطيح، نحب نقوي المناعة متاعي، ما عنديش جهد كبير تقويني. نعملها في السحور، نحس نعدي نهار كامل وأنا مقنعة، أنا ما زلت ناشطة ما نفشلش، مقارنة بالموجود في السوق. هذيا قلت لكم راهي بسيسة متاعي ما تلقوهاش في حتى بلاصة مقارنة بالموجود في السوق. خاطر امبوسيبل تحط لك قد القمح قد العدس قد الحمص. اوكي تجب تحط لك راي حمص، سورتو الجماعه اللي يعملوا في الدار يحطوا لك الحمص والعدس، اما ما يحطوا لكش نفس الكميه، ما تساعدهمش، خاطر ماهيش كيكه مربحه، بالحق ماهيش مربحه. انا كي نعملها للروحي نحط بزيت حمص، نحط كما انت تعمل للروحك تبدل لروحك، ما يهمكش في الكونتيتي. انا هكاك ما يهمنيش، نحط بزيت حمص بزيت عدس، نحط زيادة بزيد بسبيس وحبة الحلاوة على خاطر شي باهين للغاز، والنعناع زيادة. نحط زيادة المرتقوش فيه برشا منافع، ادخل اقروا على المرتقوش فيه برشا منافع وباهي زيادة يقوي المناعة. حسيلو ندلل روحي كما انتم تدلوا في دياركم، انا ندلل هكاك بسيستي ليا وليكم. شفتوا قديش كمية الوسخة اللي خرجت من حبة الحلاوة والبسباسة. لهنا نشرتهم كالعادة في الشمس كما قلت لكم هيش قوية، تاخذ هكا جوست شمة شميسة، وبعد ديريكت نمشي نكمل نشيحهم على الطاجين. اخر حاجه البنات بعد ما شيحت كل شيء راني عودت سخنتهم على الطاجين وحطيتهم ديريكت فوق بعضهم وخلطتهم هكيك معناتها من الاول بالطرف ما نجمتش نعمل هي تبارك الله ما شاء الله المكونات كونتيتي كبيره، دونك ما نجمش كل شيء نعمله مع بعضه، كل مره نعمل شويه. لهنا بعد ما شيحت الحبة حلاوة على الطاجين غربلتها بغربيل جويد، تهبط كنكت لك حل وكل الحاجات الجويدين الكل يهبطوا يتحطوا على جنب. الشوش ورد كما شفتوا البنات نهير مشمس حطيته يتشمس نضاج، الورد الخامج كله نحيته، الروس متاعو الاخضر هذاك نحيته، العواد. وثم برشا حجر في الشوش ورد، ثم الحجر الكبير والجويد لانواع واشكال، وساعات تلقى حشرات ميتة في وسط شوش ورد. بطبيعة نغربلو انا كل التراب وكله ننفضو مليح مليح، وبعد ننظفو بالطريقة هذية. في شوش ورد كل شيء ممكن، الوسخ متنوع، تلقى الوسخ الكل كما تلقى الحشر الكبير، تلقى الحشر الصغير، تلقى حشرات ميتة والروس هذوكم الخضر، الورد الميت اللي لونه خايب، الكل هذاك يتنحى على جنب. بالنسبة للنعناع جوست طلعته شمسته ونحيتك العويد متاعو، هو شيح من الصيف. هذايا المرتقوش على قد ما هو مكون أساسي في البسيسة ويبننها وفيه برشا منافع، على قد ما هو متعب في التنظيف، عنده برشا تراب ياسر، لازمك تغسل بالماء برشا مرات ب3 و4 و5 مرات حتى الماء يولي فاتح، فيه برشا تراب يشد برشا تراب. الوسخ اللي فيه جزء عويد راهو، اما في الغسلين هو الوسخ الكل يبقى يركح اللوطة، دونك لازمك تحك مرة واثنين وثلاثة تفرك بيه مليح مليح باش ينضاف. هذه أول غسلة. شوف كمية التراب اللي تشدت والحجر الجويد كل قعدت في قاع المقفول، هو بليد في الغسلين وكيف بليد في التشيح، يشد برشا ماء. بعد ما غسلته يمكن 5 مرات ونضاف، خليته يستقطر ليلة كاملة في المقفول في الكسكس الكبير ليلة كاملة، من بعد فرشت له ملحفة خليته فوق الملحفة باش يشرب الماء متاعو، من بعد شمسته شوية على خاطر الشمس كما قلت لكم ماهيش باش تشيح، وبعد شيحته في الفور. كل عام نقول راهو المرتقوش لازمني نغسله في الصيف ونحضره وننظفه، وهي نخلي روحي اخر وقت. شوف كميه التراب هذيك تراب والحجر، هذه اول غسله. شوف قديش لوسخ، راهو بطريقه غير عاديه المرتقوش مسخ. انا نقعد بيتا في اللي يستعمل مرتقوش في البسيسه زعما يعملوا كيفنا هكا، نحكي على اللي يبيعوا راهو. هذه المره الثانيه ولا الثالثه، شوف زاد الوسخ، يعني يمكن الغسله الثانيه ولا الثالثه، غير عادي. تلمو الحشيشة بنينة وفاوحة، تلمو مسخة برشا. راني ما نشعفش، كل عام نقول تنشيحو في الشمس ونرتاح، وهاني المرة هذه حصلت الطقس ما جانيش باهي، دونك ترست لي في الفور وانا بالبلاتو داخل بلاتو خارج، بلاتو داخل بلاتو خارج باش تشيح كما تشوفوا فيه. وبعد نبدا نحي في العواد كما تشوفوا، هذايا هو نظيف كله جوست اعواد، ثميش حاجة اخرى.
بعد ما كمّلت عملت عليه تفقيدة ونظّفت ونحيت هاكا العواد هاذوكم الكل. لهنا هو مازال سخون، دونك خلّيته في شقالة يبرد على راحته، ومن غدوة هو اليوم الأخير اللي أنا باش نسخّن كل على بعضه ونهزه للطاحونة. بالنسبة للمرتقوش في العادة ما نسخنوش راه، هو كان جا في الصيف جوست يشيح ونحطوه، بويسك نلنا شد لي برشا ماء وقعد لي مندي، على ذاك أنا دخلته للفور شيحته. توا سخّنت القمح كالعادة كل حاجة نسخّنها راني نغربلها، من بعد حطيت المرتقوش هو بارد لهنا، ما سخّنتوش خاطر هو بطبيعتي وشيحته في الفور. وحطيت شوش ورد وحطيت النعناع، الحاجات اللي ما نسخنوهمش، وبعد وليت نسخّن في القمح والعدس ونحط فوقهم ونخلّط، باش هاك المرتقوش والنعناع وشوش ورد ينضاجوا يسخنوا بالسخانة متاع العدس والقمح والحمص، فهمتوني البنات؟ هكاك عملت. بويسك الكمية كبيرة بسم الله وما شاء الله، دونك حطيت قصعة كبيرة نحاس وحطيت قصعة أخرى ألمنيوم وقصعة أخرى على 3 قصاعي، ونحط نوزع في المكونات الكل، يعني حطيت شوش ورد ونعناع ومرتقوش ونسخّن في القمح والعدس ونحط فوقهم على 3 وحدات، فهمت؟ ونخلّط باش يسخن الكل مع بعضه. وآخر حاجة باش نقليها هي أكل الحمص المقلي، شريته حاضر في شكاير، حليت الشكارة من الأول غربلتها خاطر ثم أكل حمص المرحي، وبعد سخنته في الطاجين، سخنته مليح مليح، وبعد حديته على الغربال كالعادة الغربال الخشين، عاودت صفيته خاطر أكيد ثم حمص بودر باش يلصق فيه وباش يسيب الكحولية كيما تشوفوا معايا هنا. غربال خشين شوفوا الوسخ اللي هبط والبودر اللي هبط، وبعد ديريكت حطيته في القصاعي وكالعادة نخلط، كل ما نزيد حاجة نخلط، بقيت بالطريقة ذي حتى وفيت الكمية الكل. بالنسبة للوسخ متاع الحمص الحجر كعبات حمص محروقين مش حاجة كبيرة، وديما كي ناخذ أنا الحمص المقلي حتى كي تبدا ثم وسخة تبدا كبيرة ظاهرة معناتها ما يتعبنيش في التنظيف متاعو. قشور الرمان كالعادة سخنتهم مليح وكملت عليهم، وذي حبة الحلاوة زادة سخنتها وكملت حطيتها، البسباس سخنته زادة، المكونات الكل اللي أنا نظفتهم وحطيتهم على جنب ما يبداو باردين دونك سخنتهم، عاود سخنتهم غربلتهم كيما العادة ديما نغربل، نقول بالك ثم حاجة تحرقت نغربلها، أما هما نضاف الكل. كيما تشوفوا لهنا هاكا نظيف جو باهي. هنا حطيته زادة في القصعة وخلطت كالعادة المكونات الكل، وآخر مكون زدته هذا اختياري أنا خاطر نحب أنا الشوفان في برشا منافع وباهي للمناعة، دونك زدت الشوفان جوز سخنته كالعادة نغربله من الأول ونغربله من بعد، وزدته لبقية الفاحات وهكا البسيسة حضرت المكونات الكل حاضرين جوها باهي. هذه القصعة الأولى، هذه القصعة الثانية، وهذه القصعة الثالثة. بسم الله ما شاء الله، ربي يعطينا صحة البدين وكل عام نعملوا عولة تاع بسيسة في رمضان، وإن شاء الله نحاول نززي الناس الكل. هنا نعرف اللي هي بسيسة مشتهية المرة هذه ما حطيتش الحلبة على خاطر ثم ناس ما تحبش مطعم الحلبة، هو أنا ما نحطش كونتيتي كبيرة راني، أما حبيت نتجنب الاشتباه اللي هي ثم حلبة ما فيهاش حلبة أما فيها المكونات الكل اللي تنفع البدن متاعنا. الكمية محدودة، اللي يتكلم لول هو اللي ياخذ لول. البنات انا نقبل الكماندات كان عبر تليفون، رقمي تو نحطه لكم مثبت في اول تعليق. نوصلوا كامل تراب الجمهوريه، الليفريزون ب8 دينارات مش ثمن البسيسه، لثمن التوصيل اللي خارج تونس التوصيل ب8 دينارات، توصلك البسيسه قدام باب دارك محسنه مضمنه بيان امبالي، جوها احلى جو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، تبعتوا معايا وعشتوا معايا المراحل الكل متاع تحضير البسيسة. إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، نحبكم برشا برشا، وهكا حبوا بيت قلبي وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبكم نال استحسانكم. نتقابلوا في فيديو جديد إن شاء الله، أكيد باش ترجع الفيديوهات متاع حنوتنا روتينات رمضانيات والأجواء الكل. يلا توا نخليكم في أمان الله، بسلامة الناس الكل وباي باي.